في تهريب هنا. الآن أنا متأكد 100% اللي ما فيه ولا تهريب، وراح نولع إن شاء الله تعالى هذا الغاز ونشوف إذا كان باقي فيه تهريب. إذا كان باقي فيه تهريب معناته من الجلدة حقة الشركة نفسها. ها. شايفين؟ هذه المشكلة من إيش؟ المشكلة من الجلدة نفسها. الآن نقفل ونطق هذه. تعال شوف، صور لي هنا بالله. هذه الجلدة هذه خربانة، فلذلك هذه المشكلة يا جماعة الخير انتبهوا لها في البيوت. والله العظيم دخلت البيت والغاز مالي المطبخ كامل، المكان هذا والع فيه النار، يعني مجرد يوصل الغاز من هنا إلى هذا المكان يقع الانفجار مباشرة. فلذلك انتبهوا من هذه الجلدة. وأنا والله أطالب أي شخص يشتري اسطوانة بالشكل هذا يفكها عندهم ويشوف مشكلة الجلدة هذه قبل ما يشتري الاسطوانة. عاد أنا ما أدري هذا يجي فيه جلدة ولا ما يجي فيه جلدة، أنا والله ما أدري عنه صراحة إلا أول مرة. حياكم الله. طبعا هذا للتوضيح أكثر. شوف كيف، شوف الجلدة من الجهة هذه كيف مقطوعة، شايفينها؟ هذه الوصلة الصغيرة اللي هنا هي سبب التهريب. لما نيجي على الاسطوانة الثانية ونشوف هذه الاسطوانة الثانية، شوف كيف جلدتها ما شاء الله تبارك الله نظيفة جدا، هنا يقع التهريب. الآن ما أدري والله العظيم إيش الوضع بالضبط، أرجع لمن كيف أتصرف ما أدري، لكن نسأل الله التوفيق للجميع. هذا مجرد تحذير للجميع. أقسم بالله دخلت ريحة الغاز بشكل غير طبيعي في المطبخ. حياكم الله. الآن جبنا الاسطوانة الثانية وجديدة، والآن راح نفكها ونشوف هل التهريب راح ولا ما راح. إذا راح التهريب معناته المشكلة من الجلدة. الآن الجلدة هنا ما شاء الله تبارك الله ممتازة جدا، الجلدة ممتازة. نركب الساعة نقول بسم الله. طبعا كبس خلاص كذا جاهزة. نفتح الغاز، نجي هنا ما شاء الله تبارك الله. الآن يبين هل لا زال في تهريب ولا ما في تهريب. شايفين؟ تهريب ما في، خلص التهريب. راح التهريب مع ايش؟ مع الشغلة الأولى، راح التهريب مع الجلدة هذه. فلذلك تحذير للجميع والله العظيم، انتبهوا من هذه الجلدة. فكها عنده، الله لا يهينك، فكها عنده زي ما فكيتها أنا الآن، وتأكد من الجلدة. إذا فيها أي قطع صغير بالشكل هذا معناته الجلدة ما تصلح. الآن اسطوانتنا ما شاء الله تبارك الله ممتازة، والوضع آمن بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله التوفيق للجميع ونسأل الله السلامة للجميع.